هل ممكن طالب عادي مش بيذاكر 20 ساعة في اليوم ويجيب 91% في ثانوية عامة؟ الإجابة طب ازاي؟ أنا زهراء جمعة من هندسة المنيا، وجاي أحكي لكم عن روتيني في ثانوية عامة. وكمان في الفيديو ده هنكسر كل الأساطير اللي بتتقال عن ثانوية عامة وإن هي صعبة ومش عارفة إيه. وكمان هنقول لكم وأقول لكم ازاي قدرت أجيب 91% في ثانوية عامة علم رياضة. أول حاجة أنا كنت ببدأ يومي الفجر. طيب ليه؟ علشان أنا شخصيا مش بحب السهر. تاني حاجة عشان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال بورك لأمتي في بكورها، فالوقت ده وقت بركة مش بحب إن أنا أضيعه خالص، لأن وقت بركة ووقت ثمين جدا 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 بصراحة. فكنت ببدأ يومي الفجر، كنت بقرأ الأذكار، كنت بقرأ كمان ورد يومي علشان دول بركة اليوم بجد. ويمكن ده كان السبب في ان ربنا وفقني وخلاني احقق المجموع ده. طيب كنت بعمل ايه كمان؟ كنت بختار المادة الصعبة في الوقت ده، بختار المادة الصعبة بما انه وقت تركيز وصفاء وهدوء وكل حاجة حلوة. كنت بختار المادة الصعبة علشان اركز عليها وعلشان اذاكرها كويس جدا. تمام. كنت بذاكر خلاص ذاكرتها قرأتها مش عارفه ايه، ذاكرتها بطريقه اي كانت الطريقه اللي بذاكر بيها ايه. بذاكر لحد وقت الفطار، افطر بقى، باخده كأنه بريك برضو، بفطر ومش عارفه ايه واشرب شاي او اشرب قهوه اي حاجه. وبعد كده بكمل المذاكره بتاعتي تاني. لو ذاكرت مثلا احل، لو ذاكرتها وخلصتها وحليت اذاكر ماده تانية كده يعني. بس لحد كده لحد الظهر مثلا، افضل اصلي الظهر. بعد كده لو عندي درس بروحه، بقابل اصحابي برضو، بيبقى الجو لطيف برضو، بقابل اصحابي مش عارفه ايه عاملين ايه وكده والكلام ده. بس وباجي بروح الدرس بتاعي وباجي من الدرس بتاعي. وبعد كده باجي مثلا على الساعه، خلاص قاعد ساعتين على العصر او حاجه، بنام الساعتين دول علشان اريح شويه، ان خلاص ذاكرت وحليت الفجر وفي الصبح كده شويه. وبعد كده رحت الدرس بتاعي وجيت ومش عارفه ايه فارهقت، فكنت بنام شويه. وبعد كده العصر يأذن، كنت من العصر لحد المغرب كنت بذاكر مادة تانية، بس يكون مادة سهلة شوية لأنه طبيعي التركيز بيبدأ من الفجر عالي جدا وبيبدأ يقل. تمام. فكنت بذاكر مثلا مادة زي الإنجليزي، مادة زي العربي، مادة سهلة كده من العصر لحد المغرب. وبعد كده كنت باخد بقى من المغرب للعشاء بريك. طبيعي بقى معلش، كنت باخد من المغرب للعشاء بريك، مثلا اسكرول على الفيسبوك او على اي حاجه. وكنت اطلع مثلا اخرج مع اي حد، مع اصحابي، مع اي حد اخواتي او حاجه. وكنت العشاء تأذن كنت بنام. يعني يومي كان بيبدأ الفجر وكان بينتهي العشاء، وهكذا كان ده اليوم بتاعي. وكنت يعني ده روتين جميل جدا، كان بيحافظ لي ان انا انام على الساعات حلو وكويس وطبيعي. وكنت كمان بذاكر على الساعات حلو جدا وكافي جدا وجميل وفي بركة وفي تركيز. يعني روتين انصحكم بيه جدا والله الفترة الجاية، خاصة ان هي فترة مراجعات وكده، فده هينفع معاكم جدا، بيوفر وقت مش طبيعي. وكده اديك شفتوا ان الواحد سنة في البداية ما جاتش مثلا من حاجة سحر كده او حاجة اسطورة، لا كانت حاجة عادية جدا. يعني ده الروتين بتاعي الطبيعي والله من بداية السنة لحد اخر السنة بجد. حتى في ايام المراجعة وليالي الامتحان كنت بمشي كده. بس فيعني الدنيا يعني سهلة، ويعني ربنا يعينكم ويوفقكم ان شاء الله، واتمنى لكم كل خير في اللي جاي. وان شاء الله اشوفكم احسن ناس، واشوفكم المكان اللي تتمنوه، واشوفكم برضه في المكان اللي ربنا يكتبه لكم الخير. حط تحت كلمة الخير دي 100 خط، لان مش كل اللي احنا بنتمناه بيبقى خير لينا. بس شكرا، قلت بصراحة افيدكم يعني. بس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.